السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ مبدئيا كده بس ندعي لاخواننا ربنا ينصرهم ويثبت اقدامهم ويسدد رميهم ويرحم شهدائهم ويربط على قلوبهم. ادعوا ادعوا على طول، ادعوا. دي الحاجة الوحيدة اللي علشان لما تقف قدام ربنا وتسأل تعرف ترد انك حاولت تعمل حاجة على قدر استطاعتك. ادعوا على طول. النهارده باذن الله ان شاء الله هنتكلم عن رسائل التلقائيه وردود الترحيبيه على الماسنجر. تمام، كنا عملنا الفيديو ده قبل كده على الكمبيوتر، في ناس طلبوه على الموبايل، فان شاء الله هنعمله النهارده على الموبايل. لو حد عايزه الطريقه بتاعه الكمبيوتر هسيب لك اللينك بتاعه في صندوق الوصف. اكيد اي حد عنده صفحه على الفيسبوك او الانستجرام ويبدا العملاء بتوعه يخشوا يكلموه، لو مش معين مودريتورز قاعدين على الصفحه 24 ساعه فهو غالبا مش دايما معظم الوقت بيبقى موجود وبيرد على طول. فاحنا عايزين نوفر حاجه بتبقى بترد مكاننا لو احنا مش موجودين، علشان تدي العملاء بتوعنا الرد اللي هم محتاجينه لحد ما احنا نبقى موجودين. سواء مثلا رد احنا هنكون متوفرين في وقت كذا، او اجابات سريعه يكونوا هم محتاجينها ونقدر نوفرها لهم حتى لو احنا مش موجودين. ورسائل اوتوماتيكيه تانية كتير اعرفها لكم النهارده. فيلا من غير كلام كتير انزل روق عليا بلايك واشتراك جميل في القناه، ومن غير شاي ومن غير انترو ان شاء الله مش هنشربها غير على روحهم باذن الله. بص يا سيدي، احنا عندنا برنامج النهارده اسمه ميتا بيزنس سويت. تمام، ده اللي ظاهر قدامك، والمفروض ان البرنامج ده بنستخدمه علشان ندير بيه صفحات فيسبوك عامه. عشان في ناس كتير سالتني على الموضوع ده، ازاي ادير الصفحه بتاعتي وازاي ارد على العملاء والكلام ده كله عن طريق البرنامج ده. لو عايزين نعمل لكم فيديو تفصيلي عن كل حاجه في البرنامج اكتبوا لي تحت في الكومنتات، وان شاء الله هعمل لكم باذن الله. لقيت ناس محتاجاه. المهم احنا النهارده هنتكلم عن الردود التلقائيه. بنبدا نجيبها منين؟ هنلاقي الخانات اللي تحت دي. تمام، هتلاقي فيه شكل مسج كده مكتوب عليه انبوكس، هنضغط عليه. تمام، ومن فوق كده هنلاقي فيه 3 نقط هنضغط عليهم. هنلاقي فيه حاجه اسمها اوتوميشنز، تمام، او بالعربي اسمها الاتمته. فهتفتح قدامك الصفحه دي، هتلاقي اول حاجه عندك اسمها الفريكوينتلي اسكد كويستشنز، او الاسئله المتكرره. ودي من الحاجات المهمه جدا وناس كتير بتستخدمها عشان ايه؟ توفر على نفسها الوقت. خلينا نضغط عليها كده ونشوف ايه اللي جواها. هتلاقي اول حاجه فتح لك الماسنجر. انت لو عندك صفحه انستجرام كمان هتلاقيها موجوده، وتقدر تضغط على الزرار بالمنظر ده في الانستجرام كمان علشان تقدر تشغل الفريكوينتلي اسكد كويستشنز دي في الفيسبوك وفي الانستجرام. جميل، احنا عندنا فيسبوك حاليا، فنبدأ نضيف أسئلة علشان نسهل على العملاء بتوعنا ان هم ياخدوا اجاباتهم على طول حتى لو احنا مش موجودين. مثلا هنضغط هنا على زرار add question، هتلاقيه ظهر لك اول حاجه السؤال اللي انت محتاج تحطه. فلنفترض ان احنا صفحه ملابس. تمام، فغالبا الاسئله اللي ممكن الناس يخشوا يسالوها لنا وممكن نحط لهم عليها رد جاهز، وليكن عندكم مثلا شحن لكل المحافظات، ده سؤال ونبدا نحط له اجابه ايوه مثلا عندنا شحن لكل المحافظات. تمام كده بالمنظر ده. وما تنساش تحط الايموجيز دي عشان بتفرق في الشكل وبتخلي الموضوع فريندلي كده بينك وبين العميل. تمام كده، وبعد كده ننزل تحت هتلاقي في زرار اد تو منيو، تضغط عليه. الزرار ده هيخلي السؤال ده دايما موجود طول المحادثه بتاعتك وبين العميل. اللي هو عايز يضغط في اي وقت على الزرار ده عشان يطلع له الاجابه، فهيخليه دايما موجود قدامه. لو مش عايزه يبقى دايما موجود فخلاص احذفها، بس انا بقول لك الاحسن انها تبقى موجود قدامه عشان اللي عايز يساله في اي وقت. تمام، خلصنا اول سؤال نضغط سيف عشان نخش على السؤال اللي بعده. هتلاقي فيه زرار تحت مثلا اد كويستشن تاني، مسموح لك لحد 5 اسئله. تمام، ممكن مثلا السؤال التاني نقول له مثلا اسعار الشحن ايه، او ممكن تحط في السؤال انا عايز اعمل اوردر وتبدا تكتب له في الاجابه تمام يا فندم ممكن تسيب لنا اسمك ورقم تليفونك وصوره المنتج وهنرد على حضرتك في اسرع وقت. بالشكل ده كده انت سهلت على العميل بتاعك انه يسال، وفي نفس الوقت سهلت على العميل بتاعك انه ياخد معلومته في اسرع وقت عشان ميبقاش دايما مستنيك. وهننزل برضو وهنضغط على زرار اد تو منيو ونضغط على زرار سيف. احنا كده عملنا سؤالين من اصل 5، انت ممكن تزود زي ما انت ما عايز، بس انا كده فهمتك الكونسيبت بتاعها عامل ازاي. بعد ما هنخلص هوريك برضو الشكل المجمل بتاعه في الاخر خالص عامل ازاي. بعد ما خلصنا الحته بتاعت الفريكوينتلي اسكد كويستشنز نضغط على زرار سيف عشان نخش على النقطه اللي بعديها. بعد كده عندنا الفولو اب مسجز. دي بتبقى مش مناسبه لكل التخصصات، هي بتبقى عباره عن انك بتتابع مع العميل بتاعك كل فتره، مثلا بعد اسبوع اسبوعين 3، بعد ميعاد الحجز الاول اللي كان تام ما بينك وما بينه. مش بتبقى مناسبه لكل التخصصات. انا شايف ان الاحسن بالنسبه لك انت لو انت مثلا في مجال البيع، لو انت باعت اوردر للعميل بتاعك بعد ما يوصل، طبعا تخش تتابع معاه وتقول له المنتج عامل ايه، الكواليتي كويسه ولا لا، وتبدا تاخد الريفيو بتاعه وتنزله عندك على الصفحه بتاعتك. تمام كده. اللي بعد كده ومهم جدا الانستنت ريبلاي، الرسائل الفوريه او الردود الفوريه. خلينا نخش عليها كده ونشوف ايه اللي فيها. برضو نعلم على الماسنجر. تمام، ونضغط عليها كده علشان نبدا نعدل فيها. الرسائل الفوريه بتبقى عباره عن ايه؟ اول ما العميل يخش يكتب لك اي حاجه، قال لك السلام عليكم، تبدا انت ترد عليه مثلا اهلا بحضرتك، تقدر تسيب لنا استفسارك وهنرد عليك في اسرع وقت. فالرد ترد وانت اصلا برضه مش موجود. فخلينا نسيب رساله كده كمثال ليكوا علشان نبقى عارفين الشكل بيعمل ازاي. لان في هنا حته كمان مهمه جدا عايز اوريها لكم. مثلا لو كتبنا مثلا اهلا يا
وعايزين في الحته دي نكتب اسم العميل. مثلا انا اسم البروفايل بتاعي محمد مهدي، فانا عايز الفيسبوك طبعا عارف اسم البروفايل الاولاني بتاعي ايه، فانا عايز اخلي الموضوع كاستمايز او متخصص للعميل بتاعي عشان يحس بولاء للصفحه اكتر، فعايز اسمه يطلع في الرساله اللي انا هكتبها. فهلاقي الشكل اللي تحت هضغط عليه، هيجيب لي بقى اسم العميل الاولاني الفيرست نيم ولا اللاست نيم، فانا عايز اول اسم ليه، فاضغط على زرار فيرست نيم واضغط على زرار اد، فيكتب لي هنا اهلا يا كذا، وهيطلع الاسم الاول للعميل. وهحط زي شكل قلب كده برضه يبقى شكله حلو، وابدا اكمل النص بتاعي. تمام كده كتبناها بالمنظر ده. انا عايز اقول لك انها لما تطلع لمين هتبقى مكتوبه اهلا يا محمد وجنبيها قلب، وبعد كده بقيه الكلام. خلاص كده كتبنا اللي احنا محتاجينه، نضغط على زرار سيف علشان نخش بعد كده في بقيه الحاجات. سيف تاني. تمام. بعد كده بقيه الحاجات اللي تحت، ولو تلاحظ الحاجات اللي احنا شغلناها بقى معمول لها اون واتضافت فوق اهو. خلينا نخش على بقيه التفاصيل اللي موجوده لان فيها شويه حاجات مهمه ممكن تحتاجها. نضغط كده على زرار سي مور علشان نشوف بقيه الحاجات. الاوي مسج، لو انت مثلا عندك الشغل بتاعك متخصص فعلا بساعات من كذا لكذا، مثلا سي من 10 ل 8 بالليل، فانت هتضغط عليها وتبدا تكتب رساله معينه. لو العميل بعت لك رساله في خارج وقت العمل، فتقدر مثلا تكتب له رساله تقول له فيها مواعيد العمل بتاعتنا من الساعه كذا للساعه كذا، وتقدر تسيب لنا استفسارك وهرد عليك اول ما نبدا شغل مثلا تاني يوم، او ايا كان الصيغه اللي انت عايز تكتبها له يعني. تمام كده. يعني حاسس ان الموضوع شويه مفهوم ولذيذ، انا بس بوضحها لكم عشان لو حد فيكم محتاجها. تمام. وطبعا هتضغط على زرار القلم ده علشان تبدا تعدل في الرساله بتاعتك. تمام كده. بعد كده عندنا الكونتاكت انفورميشن، دي لو عميل عايز يسال على طرق التواصل معاك، سواء البيانات اللي انت هتحددها عشان تسيبها له، لينك الانستجرام، رقم التليفون، الايميل، ايا كان المعلومات اللي انت عايز توفرها علشان لما هو يحب يطلبها هتتبعت له. وغالبا بتبقى انت مثلا محدد، غالبا بتبقى خلال 30 دقيقه. لو انت العميل بعت لك مسج وما ردتش عليه، فالفيسبوك لو انت عملت لها اون، الفيسبوك هيبدا يبعت له الانفورميشن بتاعتك او طرق التواصل بتاعتك في خلال 30 دقيقه لو انت ما ردتش على السؤال بتاعه. جميل كده. خلينا نرجع ونخش على بعدها. اللوكيشن دي برضو اللوكيشن بتاعك، لو انت برضو ما ردتش على العميل في خلال 30 دقيقه، الفيسبوك اوتوماتيكلي هيبعت له اللوكيشن بتاعك علشان اللي هو عايز يروح له. وبعد كده عندك الاورز، لو انت العميل بتاعك عايز يعرف مواعيد العمل بتاعتك من كذا لكذا، فانت برضه ممكن تحددها، وهو لما يخش يسأل عليها الفيسبوك هيبعتها له لوحده. تمام. يعني الموضوع كله متوفر في الاول وفي الاخر. لو انت مش متوفر، مش بترد بسرعه، فالفيسبوك هيرد مكانك برسائل انت اصلا مجهزها. اخر حاجتين وانا شايف ان هم لذيذ جدا وحلوين جدا، لو عميل دخل عمل لك ريكومنديشن سواء حلو او وحش، دخل عمل لك ريت، عمل لك مثلا في 5 نجوم على الصفحه بتاعتك لو انت اصلا مفعل الريكومنديشنز يعني ومشغلها، او لو عمل لك مثلا ريت وحش نجمه واحده، فانت في الحاله دي اول حاجه لو هو عمل لك ريكومنديشن حلو نجوم كويسه، فانت مثلا تقوم محضر له مسج حلوه ولذيذه كده، واول ما هو يبعت الريكومند بتاعه ليك مثلا سي 5 نجوم، بعديها ب10 دقايق الفيسبوك على طول هيقوم باعت له مسج انت اصلا محضرها، تشكره فيها مثلا ان هو عمل لك ريكومنديشن حلو، او ان هو قيمك بطريقه كويسه ب5 نجوم، وان انت مثلا دايما ان شاء الله تبقى عند حسن ظنه، ورسائل حلوه زي كده. تمام. دي لو في حاله ان هو الحمد لله عمل لك ايه تقييم كويس. طب لو لا قدر الله عمل لك تقييم سيء، فبرضه هنخش وممكن برضه نحضر له رساله وتتبعت له اول ما هو يعمل التقييم الوحش، بعدها ب10 دقايق هتتبعت له نقول له مثلا ناسف ان احنا ما عرفناش نلبي لك احتياجاتك، تقدر مثلا تتواصل معانا او تقول لنا مشكلتك وهنحلها لك في اسرع وقت. ودي من اهم الحاجات اللي المفروض تبقى واخد بالك منها لو انت بتقدم منتجات او خدمات، لان انت هتضمن ان العميل بتاعك يفضل موالي ليك وعنده انتماء للبراند بتاعك، فما تستقلش بحاجه زي كده. العميل الواحد عنده القدره انه ينشر سمعتك بين دايره صحابه، فبدل ما تخسرهم اكسبهم لان ده مكسب ليك. تمام كده. ده كان الرد التلقائي بالتفصيل. تعالوا بس عايز اوريكم مثلا حاجه. خلينا مثلا نخش على صفحتي كده ونشوف شكلها بيبقى عامل ازاي. يعني نضغط على زرار المراسله علشان يظهر لنا شويه اسئله انا اصلا محضرهم. دول مثلا اسئله من ضمن الاسئله اللي انت هتكون حاططها وحاطط لها اجابات. فانا مثلا هضغط على السؤال ده. الرساله دي انا ما كتبتهاش دلوقتي، الرساله دي انا اصلا كاتبها قبل كده في الردود التلقائيه عندي على صفحتي علشان اوفر على نفسي الوقت والمجهود في الرد على الناس اللي بتخش تكلمني، وده نفس اللي انا بقوله لك علشان توفر على نفسك الوقت والمجهود في العملاء اللي بيكلموك. بس كده يا سيدي، ده كان الفيديو بتاعنا النهارده. لو عندك اي اسئله ممكن تنزل تكتبها لي تحت في الكومنتات، انا بقراهم كلهم، او ممكن تخش كلمه صفحتي على الفيسبوك، اسيب لك اللينك بتاعتها في صندوق الوصف وفي اول كومنت. ولو في اي حاجه انا نسيت اقولها او وقعت مني، يا ريت تنزل تكتبها للناس لو انت عارفها علشان تفيدهم بيها وتكون صداقه جاريه ليك. وما ننساش ما ننساش ما ننساش ندعي لاخواتنا ربنا ينصرهم ويثبت اقدامهم ويرحم شهدائهم ويربط على قلوبهم. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو بتاعنا النهارده، وخليكم عارفين احنا دايما في خدمتكم. شكرا. والهنا والرجاء في هواك.
حسبي الله ونعم الوكيل على طول عربي بتدخل. حسبي الله وين العرب؟ وين